لو حضرتك عندك مشكله في الشرج زي بواسير او شرخ او ناسور شرجي او ناسور عصعصي او ضيق في الشرج، ايا كان المشكله، وحضرتك خدت قرار عمليه ولقيت كل اللي حواليك معارفك واصحابك بيقولوا لك اوعى تعمل ليزر، انا معاهم وهقول لك اسمع كلامهم وما تعملش ليزر. بس ده في حاله ايه بقى؟ لو حضرتك عندك قوه ان انت تستحمل الم بعد العمليه لمده شهر شهرين، اوعى تعمل ليزر. لو حضرتك عندك فلوس كتيره بقى وعايز تصرفها في علاج وفي ادويه وفي غيارات وزيارات دكاتره كل شويه شهر شهرين لحد ما تخف، اوعى تعمل ليزر. لو حضرتك شغلك هيسمح لك ان انت تقعد في البيت شهر شهرين من غير شغل وتاخد اجازه، يبقى اوعى تعمل ليزر. اهلا بيكم معانا، انا دكتور اكرم ميلاد، استشاري الجراحه العامه وجراحه الشرج والقولون وعلاج امراض الشرج بالليزر. النهارده هنوضح الفرق بين علاج امراض الشرج بالليزر والجراحه التقليديه. ايه الفرق بين الاثنين؟ الهدف من اي عمليه احنا بنعملها بالنسبه للمريض وبالنسبه للطبيب، اول حاجه اللي هي نسبه شفاء عاليه جدا، تاني حاجه وقت نقاهه بعد العمليه قليل جدا ان انت ترجع شغلك وتمارس حياتك الطبيعي في وقت سريع، الالم يبقى مفيش الم او حاجه بسيطه جدا لايام معدوده وينتهي. والشروط دي كلها بنلاقيها بتتوفر معانا في الليزر مش في الجراحه التقليديه. علشان كده بنتجه دلوقتي او بقالنا فتره كبيره في العلاج امراض الشرج بالليزر مش الجراحه. لو عند حضراتكم اي استفسارات او اسئله تقدروا تبعتوها لنا على الفيسبوك والانستجرام وهنرد على حضراتكم في اقرب وقت.